لما اجيب رقم واحده واخش لها اكلمها كصحاب ده حرام. وثانيا انا واحد شايف بني ادمه محترمه مؤدبه ومعجب بيها وعايز اكلمها ده حرام. هي عامه مش هترضى، بس هو الحب حرام ولا لا؟ ويا ريت جواب مفسر وجميع الاراء. كان في شاب دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد وسط الصحابه. الشاب دخل قال ايه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله ائذن لي بالزنا. طبعا الصحابه اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم اتخضوا وقعدوا يسكتوا يحاولوا يسكتوا في الشاب ده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى على الشاب وقعده جنبه وقال له تعالى. وقال له ايه؟ أترضاه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ أنت حابب التصرف ده الشائن ده لوالدتك؟ فقال الشاب لا يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. الناس برضو ما تحبش الفعل الفاحش ده لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فضل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كده أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ سبحان الله العظيم، كان الرسول هنا عليه الصلاة والسلام يفهم نفسية الشاب ده. كان عارف انه لما هيدخل له من المدخل ده الشاب طبعا هينكر الفعل ده، وازاي ان الفعل ده يبقى على اختي او على امي او على خالتي او عمتي، اي بنت او اي ست في عيلتي. فطبعا الشاب انكر الموضوع ده. حتى الشاب يومها في الوقت ده الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على قلبه ودعا له، وخرج الشاب وان الفعل ده كان من انكر الاشياء عنده. سبحان الله العظيم. الله عز وجل ادرى بنفوسنا. الله عز وجل عارف نفوسنا عامله ازاي، عارف يعني هو خلقنا سبحانه وتعالى واحنا بنميل للجنس الاخر. الرجل يميل للمراه والمراه تميل للرجل، ده الطبيعي، ده اللي المفروض يحصل. فلما ربنا سبحانه وتعالى حط لنا ضوابط للاختلاط علشان النقطه دي، علشان عارف ان الشخص لو كتر كلام مع فلانه او مع فلانه وهي كترت كلام او بداوا يتكلموا في حاجات شخصيه او زي ما قلنا زي ما تقول كده بداوا يبقوا اصحاب، هيتطور معاهم الموضوع لحاجات اسوأ من كده. طيب لو ما تطورش وفضلوا اصحاب هم ما زالوا برضو بيعملوا فعل حرام. طيب يبقى انا هنا المقياس بتاعي ضوابط ربنا سبحانه وتعالى اللي حطها لنا في التعامل بين الجنسين. الله عز وجل في القرآن الكريم بيقول ايه؟ واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تعالى كده نفصص الآية دي. الآية دي بنقولها لمين؟ مين اللي مأمور بيها؟ الله عز وجل بيقول لي مين الآية دي؟ واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بيقول لي مين؟ للصحابة. الصحابه رضي الله عليهم اللي هم يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف الناس اللي كانوا موجودين ساعتها. فما بالك هل الصحابه ممكن يبصوا لامهات المؤمنين اللي هم امهاتهم اصلا؟ طبعا لا، مستحيل. ولكن الله عز وجل علشان عارف النفس البشريه فقال لك ايه؟ لما تيجي تسالها متاع تسالها عن حاجه تسالها من وراء حجاب، من وراء الباب، من غير ما تشوفها، من غير ما تقعدوا تتكلموا مع بعض، من غير ما تقعدوا تهزروا مع بعض، من غير ما تاخدوا على بعض. هنا الآية دي دليل على إن يعني هو سبحان الله العظيم بيكلم مين؟ الصحابة وأمهات المؤمنين. لا دول هيبصوا لدول معاذ الله، ولا دول هيبصوا لدول، ولا هيحصل أي حاجة. ولكن الله عز وجل كأنه كان يأمرنا إحنا نفسنا بنفس الفكرة. إن قال لك إن الست تيجي تتكلم مع راجل صوتها يكون هادي، صوتها ما يكونش ناعم، ما تكونش بتتكلم بتخضع بالقول، ما تكونش بترفع في صوتها، ما تكونش بتحكي في مشاكل شخصية، بتكون في حدود في الكلام. نفس الفكرة مع الراجل، ان هو ما يتطولش في الكلام معاها، ما يطولش، ما يحاولش يدخل في مشاكل، في مشاعر، في حاجات، لان هيؤدي به الموضوع بعد كده غصب عنه المشاعر. ودي النقطة اللي احنا مش عايزين نوصلها. طب لو ما اديتش المشاعر ما زال برضو ان انا بعمل سلوك غلط او تصرف غلط، تصرف حرام كمان، ان انا ايه بتكلم من راجل مع ست في حاجات شخصية، متصاحبين بنتكلم. نرجع نقيسها بقى للدين. الله عز وجل أدرى بنفسنا مننا لما قال لك إن في ضوابط علشان النقطة دي. طيب في نقطة كمان، أنت بتقول أنا واحد شايف بني آدمة محترمة ومؤدبة ومعجب بيها وعايز أكلم. سبحان الله العظيم، ربنا يهدينا ويهديك ويهدينا وإياك يا رب. أنا واحد شايف واحدة مؤدبة ومحترمة، يا ربنا سبحانه وتعالى هداها ومن عليها بالهداية وبتكلمش حد، أروح أنا أفتنها؟ أكون سبب في فتنتها؟ أكون أنا والشيطان عونا لها؟ إزاي؟ ده بالعكس، ده أنا أدعي لها واقول ربنا يكرمها على يكرم اهلها على حسن التربيه دي، ويكرمها وتفضل تكمل زي كده، وابعد عنها خالص. طب لو انا اقدر انا كسن وكمستوى اقدر اتزوج، اروح اتزوجها، اروح اطلبها واتزوجها لو انا في سن مناسب وفي ظروف مناسبه. طب لو ما اقدرش،
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام علمنا برضو الحتة دي. قال ايه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقدر يتجوز عنده الإمكانيات في الظروف والسن وخلاص وقت الزواج بتاعه وعارف يعني ايه زواج ومسؤولية، يتزوج. طب ما يقدرش، يصوم، فإنه له وجاء، وقاية من الوقوع في أي فاحشة من الفواحش. فأنت الله يهديك ويصلح حالك لما تلاقي بنت محترمة تدعي لها بالهداية وإنها تفضل زي ما هي كده، ربنا يسترها عليها، مش تروح تغويها وتكون سبب إن الشيطان يفتنها وتكون سبب في فتنتها. خلاص. طيب جزئية كمان، هو الحب حرام؟ لا، هو الحب مش حرام. اللي ما بعد الحب والمشاعر هو اللي حرام. الخروج هو اللي حرام، اللمسات هي اللي حرام، الكلام هو اللي حرام. طب ايه اللي هيوصلني اصلا للحته دي؟ يعني انا لو بحب حد وعندي اعجاب بحد وانا فضلت كاتم ده في قلبي خلاص وساكت، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يبلغني الشخص ده مثلا لو الشخص ده مناسب. لو انا تطورت معايا الامور وبدات اراقب الشخص ده، ابص عليه كل شويه، اشوف الاكونت بتاعه، مش عارف ما اغضش بصري عنه، هتوصل الامور اللي بعد كده ان انا هحاول اتكلم، هحاول اخرج، هحاول مش عارف اعمل كذا واعمل كذا. يبقى هنا وصلت الموضوع ان الحب بقى فعلا حرام، او ان التصرفات اللي ما بعد الحب هي حرام. فنقف عند الحته دي وانا لسه ما وصلتش لفتنه، والله عز وجل لسه حاميني من الفتنه، وتقف عند المرحله دي. بالله عليك اقف ووقف نفسك. اعمل ايه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى بالهدايه، يا رب اهديني، يا رب لا تفتني، يا رب لا تجرني لهذا الطريق، يا رب احميني من الفتنه. اغض بصري، ما ابصش على البنات دي تاني، ما احاولش اجيب رقم ولا احاول اتصل عليها ولا احاول اكلمها. ادور على صحبه صالحه اكون وسطها، اروح المسجد، اروح مكاتب التحفيظ، ايا كان الاماكن اللي هلاقي فيها صحبه صالحه تعني على الطريق اروح لها قبل ما اقع في الفتنه. الحق نفسي، انت لسه ما دخلتش الطريق، علشان بعد كده ما نبقاش بندور على ازاي اشيل الحب الحرام اللي في قلبي وادخل حب حلال، ونرجع لنفس النقطه التاني وللعذاب تاني، ونرجع نقول اصل انا حبيت فلانه ومش عارف ومش هينفع ان انا اتجوزها فانا محتاج ان انا اطلع الحب ده. انت لسه بره الطريق، انت لسه بره الفتنه. الحق نفسك، ربنا يهديك يا رب ويصلح حالك ويبعد قلبك عن الفتن يا رب، ويصلح قلبك ويبعدك عن اي فتن، ويهديك للحق بإذن الله.